تعالوا نتكلم عن البذور وعن أهميتها وقد إيه مفيدة وصحية. هنا جبنا كوباية، ضفنا عليها كوباية مية، كوباية بذور كتان، وبنخلط مع كوباية المية كده ونسيبها شوية تشرب من المية شوية كده ونغطيها لمدة ربع ساعة. قد إيه مفيدة، مضادة للأكسدة وفيها أوميجا 3 ومشبعة ومنظمة كمان للسكر، ولجماعة ليها فوائد كتير جدا. ممكن تضيفيها كده لوحدها على الزبادي، يعني هايلة بصراحة، ليها فوائد يعني لا حصر لها. هنا هنسيبها ربع ساعة كده على جنب، وبعدين هنضيف عليها بعد الربع ساعة كوباية شيا، بذور الشيا، ونخلطها كويس جدا وندمجها معاها عشان تشرب من السوائل، متبقاش جافة. مش هتنفع نضيفها في الفرن إلا وهي فيها كمية سوائل على قد في المظبوط زي ما بنقول. خلاص هنا نجيب الصاج بتاعنا وندهنه بزيت ورقة الزبدة معايا، وهنضيف عليها بذور القرع، كوباية وكوباية سمسم أبيض وكوباية عباد الشمس. ننكهها بإيه؟ معلقة بابريكا مع معلقتين من الزعتر الجميل بتاعنا، عشان نقدر ناخدها وتقدري تبقى مطعمة شوية فيها طعم، وندمجها كويس مع بعضيهم كده ونخلطهم ونسويهم في الصاج بتاعنا، ورشة مية عليها كمان بضيفها، والفرن ساخن مسبقا، وبضيف معاها الصاج بتاعنا لحد ما يتحمص كده، يعني الى تحسيه كده بدأ يتحمص عشان ما يبقاش طالع، يعني يخرج طري من الفرن. ساوي الحروف مع الوش كده بتاع الصاج كده. خلاص تمام، مش بياخد معانا كتير، ربع ساعة تلت ساعة في الحدود دي. عايزة تجيبي صاج أكبر تقسمي الكمية دي على صاجين، مفيش مشكلة زي ما انت حابة كده. تمام، وطلع من الفرن بتاعنا. ببدأ كده خلاص بعد ما بيبرد أكسره. طبعا مش بيطلع يعني ممكن خرط شوية كده وتضيفي عليها، ممكن تاكليها كده زي سناكس، أو تفرشي عليها كده، تفرجي عليها جبنة، جبنة كده كوبايات، على أي جبنة كده جميلة صحية، جبنة لايت زي ما انت حابة. لو انت كمان بتعملي نظام حمية غذائية، بتبقى جميلة جدا وحلوة ومفيدة وصحية ومشبعة، لأن البذور دي كلها فيها مادة حلوة جدا. يلا جربوه وقولوا رأيكم فيه ايه. يلا اللي عامل نظام يبتدي يعملها، وألف هنا وشفاء.